الناس بتقولها بهزار، بس الحقيقة إنها اختفت فعلا ومفيش ليها لا جثمان ولا مقبرة. كانت نفرتيتي أجمل نساء مصر وزوجة الملك إخناتون، واللي ساعدته في الحكم. في أول سنين حكمه كانت بتظهر جنبه في كل النقوش، نفس الحجم نفس الهيبة، كأنها ملكة تحكم بجانبه. لكن فجأة في آخر 4 سنين من حكمه اختفت تماما من كل الجدران والتماثيل. مش مجرد صدفة، العلماء اكتشفوا إن نقوشها ممسوحة عن عمد، زي ما يكون حد أمر بمحوها من التاريخ. وفي ورشة النحات تحط له تماثيل ليها نصها ما اكتملش، كأن الورشة توقفت فجأة. بعدها ظهر اسم غريب جدا، سمنخ كارع، ملك حكم فترة قصيرة جدا ومفيش دليل على إنه راجل. في علماء بيقولوا إن سمنخ هو نفرتيتي نفسها، وإنها حكمت بعد إخناتون باسم جديد تخفي بيه هويتها. وبعد سقوط إخناتون الكهنة انتقموا من كل ما يخص ديانته، فمحوا أسماء وصور كل اللي كانوا معاه منهم نفرتيتي. ومن يومها لا مقبرة ولا مومياء ولا ليها أي أثر. اختفت الملكة تماما، وبقي السؤال: هل ماتت أم اختارت أن تمحى لتبقى؟ بس كده. لو عجبك الفيديو لايك وشير، واستنى اللي جاي.